علمت من مصادرها العلمية بأن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنت من توقيف المشتبه في ارتكاب جريمة بتر إصبع ضابط أمن بقلب مدينة أكادير، وكان المشتبه فيه قد عمد إلى الفرار بعد بتر إصبع ضابط أمن بمدينة إنزكان إثر الإغلاق المفاجئ لباب السيارة عليه، قبل أن تستنفر المصالح الأمنية عناصرها لتوقيف الجاني، وهو ما تم ليلة اليوم الثلاثاء بمدينة أكادير. وكانت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إنزكان قد فتحت بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة اليوم الثلاثاء 14 يناير الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تعرض موظف الشرطة برتبة ضابط أمن لاعتداء جسدي أثناء ممارسة مهامه الوظيفية تسبب له في فقد منفعة عضو وعاهة مستديمة. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى مباشرة إحدى الدوريات الأمنية لإجراءات توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، حيث رفض الامتثال وانطلق بسيارته متسبباً في إصابة ضابط أمن حاول منعه من الفرار بشكل بليغ على مستوى يده، الأمر الذي تسبب في بتر جزء من أصبع يده. وعلى الفور أصدر المدير العام للأمن الوطني توجيهاته لكل من المصالح الصحية التابعة للأمن الوطني وولاية أمن أكادير من أجل مواكبة وتتبع الحالة الصحية لموظف الشرطة المصاب من خلال تحمل نفقات تطبيبه واستشفائه وتوفير كافة أشكال الدعم النفسي والمواكبة الاجتماعية الضرورية لفائدته.